السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني ودي قناتي يوميات تحدي المشاكل. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشكلة الكراكيب. طبعا القناة هنا متنوعة بتتكلم في حاجات كتيرة. ادخلوا كده القناة، الناس اللي داخلين جديدة أو الناس حتى المشتركين يدخلوا كده وياخدوا لفة في القناة. بتتكلم عن ازاي نوفر في استهلاك الكهرباء، ازاي نوفر في استهلاك الغاز، ازاي نوفر في استهلاك المية، ازاي نعمل وجبات فيها توفير. الناس اللي هي ميزانيتها مبتقضهاش. النهاردة بقى بالنسبة لمشكلة الكراكيب هنتكلم عن شوية حاجات بتكركب البيت، واحنا مخلينها برضو ومستمرين ان احنا مخلينها في البيت. طيب ايه السبب في ان احنا بنخلي الحاجات ديت موجودة في البيت وبتكركب البيت؟ ان احنا بنقعد نقول احنا هنستخدمها النهارده، لا هنستخدمها بكره، لا ان شاء الله الاسبوع الجاي، لا ان شاء الله هنستهلكها الشهر الجاي، لا احنا هنعوزها بعد كام شهر، واحنا لا بنعوزها ولا اي حاجه. من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمهاش هقول لكم كده شويه حاجات، وانتوا ايه تشوفوا بقى الحاجات اللي عندكم في البيت. هتعملوا بقى ايه في الحاجات دي؟ يا اما هترموها لانها ما تنفعش في اي حاجه خالص غير الرمي، يا اما هتدوها لوجه الله صدقه لاي حد محتاجها، اي حد تلاقوه عايزها او بيكلمكم ان هو محتاجها وهي عندكم تديها له صدقه، نعتبرها صدقه كده لوجه الله، او ان احنا نبيعها. فاحنا نتصرف فيها بالثلاث طرق اللي انا قلت عليهم دول. اول حاجه من ضمن الحاجات اللي ملهاش اي 30 لازمه وبتكركب البيت، اللوحات الفنيه بتاع الاولاد كده ساعات ايه يقعدوا يلونوا كده ويبدعوا ويرسموا، وبيبقوا عاملين من الحاجات دي كتير، ولو عندك كذا طفل بقى ده بيبقوا مبهدلين البيت بيها. فممكن نخلي من كل اللوحات دي مثلا كل طفل له لوحه ولا 2 وخلاص، والباقي نتخلص منه، يا اما نبيعه يا اما نرميه. تاني حاجة القطاعات القديمة اللي بيبقى فيها شقوق دي بيدخل جواها بكتيريا، البكتيريا دي بتعيش فيها، تعمل لنا مشكلة لما نيجي نقطع عليها الأكل، تدخل بقى في الأكل وتعمل مشاكل. لو بدأت بقى تتشقق القطاعات دي اللي احنا بنقطع عليها الأكل لازم نتخلص منها فورا. لو هي خشب ممكن تبيعيها، لو هي بلاستيك برضو بتتباع، لو مش عايزة تبيعيها ارميها. تالت حاجة زجاجات المية اللي طالعة موضة بتاع المدارس دي الملونة مش عارف ايه، عندنا 50,000 واحدة منها، وعمالين بقى مركنينهم في كل حتة، شوية على الرخامة شوية على الترابيزة شوية في المطبخ، عاملين كراكيب. نخلي كام واحدة بنستخدمها والباقي يا اما نشيله في النيش او في البوفيه اللي عندك او في المطبخ، دول في المطبخ، او نبيعهم لو هما بلاستيك يتباعوا. ممكن نخلي لكل طفل مثلا واحدة ولا 2. الفكرة اللي بعد كده رقم 4 برطمانات بقى الصلصة والعسل والمربى واي حاجة بنشتريها ببرطمانات يا جماعة، بلاستيك او ازاز برضو بتبقى مكركبة المطبخ. السبب في ايه؟ ان احنا طبيعة بعض الناس ان هم بيحبوا يحتفظوا بالكراكيب، يعني بيخلوها ذكرى كده او بيقولوا احنا هنبقى نستخدمها، هم لا بيستخدموها ولا بيعملوا. فاحنا نتخلص منها. ممكن بقى نستخدمها في ايه البرطمانات دي؟ كمنظمات، بدل ما نشتري برطمانات نخزن فيها الحاجات. مثلا في ناس بتشتري برطمانات تحط فيها شعرية رز سكر مش عارف ايه، الحاجات بتاع المطبخ دي، شاي قهوة اي حاجة، احنا نستخدمهم بقى كده ان احنا نخزن فيهم الحاجات لو هم ينفعوا، يعني سلام وشكلهم حلو نخزن فيهم الحاجات. ممكن نديهم لاي حد يستخدمهم، في ناس ما عندهاش او ظروفها وحشه او مش قادره تشتري البرطمانات ديت لان هي بتتباع بفلوس طبعا بره، فممكن نديهم لاي حد لوجه الله، اي حد قريب مننا، اي حد من الجيران، هناخد برضو ثواب وصدقه. ممكن بعد كده ان احنا نبيعهم لو هم بلاستيك، لو بلاستيك هيتباعوا بالكيلو، ونوزعهم كده، نديهم للراجل اللي هو بتاع الروبي كده، او نرميهم او نديهم لاي حد صدقه لوجه الله. من غير بقى اهو طلعنا كذا مثال للصدقه من غير ما نكلفنا اي فلوس. من الكراكيب ممكن تطلعي الصدقه وبدل ما تطلعي فلوس. رقم 5 الحاجات بتاع الاشغال اليدويه دي اللي بقى لها سنه و2 والحاجات اللي ما بنستعملهاش، عندنا بقى خيوط بتاع كروشيه، ونقولها ان شاء الله هنستخدمها الشهر الجاي، لا الشهر اللي بعديه، لا في الاجازه، وما نستخدمش اي حاجه بقى لها مركونه سنه و2 و3. اتخلصي منها، اديها لاي حد بيحب الحاجات دي يستعملها، واعتبريها برضو صدقه لوجه الله. رقم 6 الديكورات القديمة تخلصي منها، وزعيه لأي حد. الحاجات اللي عاف عليها الزمن ومش عاجباكي وجبت ديكورات جديدة، تحطيش الجديد جنب القديم، تخلصي من القديم دوت. الرقم بعد كده رقم 7 اللبس القديم اللي ذوقه مش عاجبني او ذوقه اتغير، مركون في الدولاب بقاله فتره مش قادره البسه، شكله مش عاجبني، وعماله اقول هلبسه السنه الجايه، هلبسه الاسبوع الجاي، هلبسه الشهر الجاي، ولا بلبس ولا بعمل، اديه صدقه لوجه الله، او شوفي اي جمعيه خيريه جنبك اتخلصي منه واعتبريها صدقه. رقم 8 كتب المدرسة بتاع الولاد بتفضل مركونة، مثلا بعض الناس بتحب تخليها تقول لك الولاد هيرجعوا لها، الولاد هيشوفوا فيها معلومات، الولاد هيراجعوا فيها، ولا بيراجعوا ولا بيعملوا. اديها لاي حد صدقه لوجه الله. شوفي اي حد حواليكي قرايبك او جيرانك اديها لوجه الله صدقه. طب لو ما فيش حد حواليكي محتاجها اعمل ايه؟
ابيعهم، ممكن ابيعهم او ارميهم. رقم 9 بعد كده الاكسسوارات الكمبيوتر القديمه. في ناس بتحب تركن كده وخلاص، ماوس باظ، كيبورد باظت، اي يركنوها وخلاص، مع ان ملهاش اي 30 لازمه. فاحنا نعمل ايه؟ نتخلص منها. رقم 10 الاوكر والحنفيات القديمه، مركونه بقالها فتره، برضو تخلصي منها، يا تديها لاي حد يا ترميها او تبيعيها، برضو الحاجات دي بتتباع. يبقى احنا طلعنا كده من الكراكيب كنزين: كنز الصدقه، ان احنا نتصدق بيها لوجه الله، وطبعا ربنا بيدفع بالصدقه ديت مصايب كتير عن اهل البيت وعن صاحبها، او ان احنا نديها لاي حد الله، لاي حد لوجه، ونديها لاي حد لوجه الله. او الكنز التاني ان احنا هنبيعها، فيا اما هيجيب لنا فلوس يا اما هتطلع صدقه، وبرده بدل الفلوس. يبقى احنا كده وفرنا البند بتاع الصدقه. رقم بعد كده 12 الازايز بقى بتاع الحاجه الساقعه والمشروبات والحاجات، اي حاجه من دي اتخلصي منها، بيعيها، او لو حد من اللي حواليكي عايزها اديها له لوجه الله. لا بعد كده رقم 12 رقم 13 احنا وصلنا لرقم 13 لعب الاطفال المكسره والقديمه. في ناس هوايتها تحتفظ بالحاجات القديمه، الحاجات دي بتجيب فقر في البيت وبتجيب نكد وبتجيب توتر وبتجيب قلق. واللعب الاطفال المكسره دي بتعمل زحمه كده وكركبه وملهاش اي لازمه، ممكن تبيعيها او ترميها. وممكن كمان وجودها يخلي الاطفال يتعوروا، ان بيبقى فيها حتت مكسره كده ومشرشره، فانت تخلصي منها عشان ولادك ما يتعوروش منها ولا يتبهدلوا منها. رقم 14 كراتين الحاجات اللي بنشتريها، اي كراتين بقى، كرتونة اي جهاز اشتريناه. كان في ناس بتعشق الكركبه وبتحب تخلي الحاجات تحتفظ بيها كده من غير سبب، اهو ظنا منها انها هتنفعها او هتستخدمها بعد شهر، بعد 2، بعد 3، وهي لا بتستخدمها ولا اي حاجه. فالحاجات دي برضو بتتباع بالكيلو او ارميها. والناس برضو اللي ظروفها وحشه بتاخدها وتباعها. انا قلت لكم دلوقتي 14 نقطه ممكن نستخدمها، 14 نقطه للحاجات اللي بتكركب البيت. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو لايك من ايديكم الحلوه كده، واشتراك في القناه، وشكرا جدا ليكم. يا ريت بقى اللي داخل القناه جديد ياخد لفه كده في القناه، هتلاقوا بقى ايه وجبات توفير وفيديوهات عن التوفير، وهتلاقوا بقى كمان من ضمن الفيديوهات المهمه عن التوفير عروض كازيون يا جماعه. اللي من ضمن الحاجات اللي بتعرضها القناه عروض كازيون. ادخلوا كده على الفيديوهات الشورتس، لان انا زعلانه ان التفاعل عليها ضعيف. خشوا كده وخدوا لفه، هتلاقوا الفيديو احدث العروض، توفر طبعا في الميزانيه. ادخلوا خدوا فكره عنها، وهتلاقوا برضو فيديوهات حلوه جدا عن ازاي نعمل وجبات. طبعا الخضار غالي اليومين دول زي الطماطم مثلا، هتلاقوا مثلا فيديوهات بتتكلم عن ازاي نعمل وجبات من غير طماطم، ازاي نعمل وجبات من غير ما نستخدم خضار غالي، ازاي نوفر بحاجات كتير، ببدائل كتير للتوفير. فانتوا ادخلوا خدوا لفه في القناه ان شاء الله هتعجبكم وتنال اعجابكم. ويا ريت بقى اللي داخل جديد عندي يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.